في شاب اسمه مايك قرر يدخل تحدي مش سهل انه يرمم بيت قديم ويحوله لبيت جديد وفخم، والرحله دي خدت منه سنتين من حياته، بس في الاخر بقت واحده من اجمل التحويلات اللي ممكن تشوفها على يوتيوب. واحنا لاحظنا ان 98% من اللي بيتفرجوا مش عاملين سبسكرايب للقناه، فتنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان لسه في مشاريع تانية جايه اقوى بكتير. وتعال احكي لكم القصه من اولها. البيت ده كان اول تجربه ليه في عالم التطوير العقاري، يعني يشتري بيت قديم ويرممه ويبيعه. ومن اول ما دخل البيت كان باين عليه انه محتاج شغل كتير جدا خصوصا من بره، بس مايك مركزش على ده، عينه كانت على اللي جوه البيت وكان متحمس جدا انه يبدا. وخليكوا جاهزين عشان نشوف ازاي كل ركن في البيت ده اتغير. شال حيطه كانت بتفصل بين المطبخ والريسبشن عشان يفتح المساحه على بعض، وده فرق جدا في المساحه. وتعالوا ناخد جوله في البيت قبل ما نبدا. اول حاجه المطبخ، قرر انه يغير الكاونتر توب بتاع المطبخ وكل الاجهزه، بس الغريب انه قرر ما يغيرش العلب الخشب القديمه. وكمان حمام الضيوف كانت حالته صعبه جدا، والحمام الرئيسي كان موجود في الناحيه التانيه من البيت. وفي البيت ده 3 اوض نوم، واحده رئيسيه و2 للضيوف. والغريب بقى ان كل اوضه لونها مختلف عن التانيه، الوان عشوائيه تماما. واول يوم وصلت عربيه كبيره يشيل فيها المخلفات، وبدات مرحله التكسير. شال وزر الخشب من البيت كله، وبدا يفك الارضيات الخشب القديمه واحده واحده ونقلهم على العربيه اللي بره. واول حاجه لفتت نظره ان كل اوضه كان فيها نوع مختلف من الارضيات، وعرف ان تحت الارضيات دي في خشب طبيعي قديم بس حالته كانت متهالكه، وخصوصا المطبخ واوض النوم. والمصيبه بقى كانت في البقع السوداء اللي كانت في الارضيه، فقرر يشيل كل حاجه ويحط ارضيات جديده في البيت كله. والخطه الجديده هي انه قرر يحول مكان قعده الحمام الصغير ويخليه مكان الشاور، وكمان باب الحمام نفسه كان خفيف وضعيف هو وباقي ابواب البيت، فقرر يغيرهم كلهم، وده اكيد هيساعد ان البيت يبان بشكل جديد. وبكده اول يوم خلص وخلصنا فيه الارضيات والابواب. وفي اليوم التاني والده جه عشان يساعده، وبداوا يشيلوا الاجهزه الكهربائيه من مكانها، والاجهزه دي كلها كانت شغاله، فخدوا بالهم وهم بيشيلوها عشان ما يبوظوش حاجه، ونقلوهم كلهم على مخزن قريب منهم. وبداوا اول حاجه بالاوضه الخلفيه، كان في خشب معاد استخدامه ومتعلق على الحيطه فشاله من مكانه. وكمان شال كل حاجه كانت في الدريسنج روم، وبعدين شال كل التجاليد الخشب اللي مغطيه الحيطه عشان يظهر الجبس اللي تحتها. وكان في دولاب للتخزين فك منه الضلفه والادراج، وبعدين كسرهم ورماهم في العربيه. والنجف والمراوح كلها كانت قديمه فقرر يشيلها ويغيرها. وفي المطبخ بدا يكسر الكاونتر توب القديم، وهو كان معمول من بلاطات محطوطه جنب بعض، وهيستخدم كاونتر توب جديد من الرخام عشان يكون شكله انضف واسهل في التنظيف. وكمان كسر الباك سبلاش، وهو بيكسرها الحيطه اللي وراها باظت فيحتاج يصلحها قدام. ولما جه يشيل الكاونتر توب لقاه تقيل جدا واحتاج مساعده والده تاني عشان يشيلوه مع بعض، ونقلوه على العربيه على طول. وكان في باب نسي يفكه في الاول فشاله دلوقتي. والبيت كان قديم جدا وكل حاجه فيه متثبته بمسامير، والحيطه اللي ورا المرايه فيها ورق حائط قديم جدا تحت الدهان وشكله كان بشع. ولما جه يكسر الحوض اكتشف ان هو معدن مش بورسلين فكان مستحيل يتكسر، فقرر يفكه من مكانه ويشيله بدل ما يكسره. وبعد كده راح على الحمام الرئيسي، وكان في جزء كده كبير طالع من الحيطه جنب الحوض وما كانش فاهم هو موجود ليه اصلا ولا ايه لازمته، وكان مضايق المكان جدا فشاله من مكانه. وكان في كتف صغير كان فاصل بين الشباك والحوض فكسره عشان النور الطبيعي والهواء يدخلوا اكتر. وعشان اللي هيسال، فالحيطه دي ما كانش ليها اي لازمه، يعني تكسيرها ما فيهوش اي خطر. وكمان شال حيطه تانية كانت في ظهر الليفنج وفتحها على اوضه النوم الرئيسيه عشان يوسع الدولاب. وفي المطبخ شال كمان حيطه صغيره عشان يكبر مساحه الكاونتر توب، بس كان في كهرباء في الحيطه دي ففصل المفتاح الرئيسي من لوحه الكهرباء وفك الفيش وسحب السلوك من جوه الحيطه، وهيرجع يوصلها تاني بعدين. وكسر الباقي من الحيطه ونقلها على العربيه، ودي كانت اخر حيطه محتاجه تتكسر. وكده نقدر نقول ان مرحله التكسير خلصت، وهنبدا بقى نركب كل حاجه تاني. وفي البيت ده كان في كميه ضخمه من الجبسون بورد بتاع الجدران محتاجه تترمم. اول حاجه اشتغل عليها كانت الكاميرا الخشب في الليفنج، واللي هي السبب الرئيسي في ان المكان بقى مفتوح كده وواسع من غير الحوائط القديمه اللي كانت قافله الدنيا. وحصلت غلطه بسيطه وقتها لما قص الالواح اللي في جوانب الكاميرا طلعوا اطول بشويه من المفروض، فبقى طولهم اكتر من الجزء اللي في الكاميرا من تحت. بس هو عالج الموضوع ده بسرعه، وبعد كده ركب زاويه بلاستيك واللي بيحب يستخدمها لانها بتخلي الزوايا طالعه مظبوط ودقيقه حتى لو انت مش محترف في شغل الجبسون بورد. ويستخدم السبراي اللي بيلزق كطريقه للتثبيت، بيرش شويه منه على الحيطه وشويه على الزاويه. بعد كده كان معاه نص دقيقه يظبط فيها الزاويه قبل ما كل حاجه تلزق وتثبت. بعد كده جاب تيب فايبر بيكون على شكل شبكه واستخدمه على كل الفواصل بين الالواح وحتى على الزاويه البلاستيك، وجاب معجون التشطيب وبدا يشتغل على كل الفواصل والزوايا. وانتوا عارفين كويس ان شغل المعجون بياخد كذا مرحله مش بيخلص من اول وش، فبين كل طبقه والتانيه كان بيصنفر الاماكن اللي فيها بروز وبعدين يملى الفتحات الصغيره عشان يوصل في الاخر لسطح متساوي. ولما خلص المعجون استخدم مكنه صنفره عشان يخلي سطح الجدران ناعم ومتساوي اكتر، والمكنه دي سهلت عليه الشغل جدا. وكرر نفس الخطوات على جدار التلفزيون في الليفنج والكاميرا كمان. وبالنسبه للسقف اداله وش صنفره بنفس المكنه، وبكده مرحله الصنفره
الصنفره تكون خلصت، وبعد الصنفره ظهرت فواصل بين الالواح، وده طبيعي. ويلا نشوف هنعالجها ازاي. جاب نوع معجون مخصوص وبدا يخففه بشويه ميه لحد ما وصل للقوام المناسب، وبعد كده نقل المعجون ده لجهاز الرش وابتدى يرش المعجون على الجدران. وعمليه الرش دي نفسها ما كانتش صعبه، وفكره انه يغطي البيت كله بطبقه معجون عاديه كانت هتاخد وقت كتير جدا، خصوصا لان البيت ده مبني من الخمسينات، فالجدران مش احسن حاجه زي البيت الجديد، وبالتالي انه يغطيها كلها بمعجون كانت هتحتاج مجهود ضخم وطبقات كتيره جدا. فبدل كده اختار الحل الاسهل والاسرع، جاب جهاز الرش وخلال يوم واحد بس خلص كل الشغل. كان في فعلا فرق واضح في الجدران عن قبل كده، وبقى متحمس انه يبدا خطوه الدهان، واستخدم جهاز رش مختلف عن اللي استخدمه في المعجون، والمميز فيه انه بيتوصل مباشره بجردل الدهان، وده بيسهل الشغل بطريقه كبيره. بدا يرش طبقه من البرايمر قبل الدهان لان سطح الجدران بعد رش المعجون كان مسامي جدا وهيشرب اول طبقه من الدهان بسرعه، فالبرايمر هنا كان دوره مهم. ظبط مسدس الرش وبدا يرش البرايمر على الجدران، وبدا من ركن بعيد في البيت عشان الخرطوم ما يلمس الدهان لسه مبلول وهو بيشتغل. وفي خلال ما انت شغال ما ينفعش تفضل دايس على المسدس طول الوقت، بتدوس اول ما تبدا رش ولما تخلص بتسيب، وده عشان الدهان ما يسيلش منك. وبعد ما خلص البرايمر جه وقت الدهان، واللون اللي استخدمه اسمه وايبد كريم، وهو لون قريب من الاوف وايت وبيدي احساس بالنظافه والاتساع من غير ما يكون ابيض حاد زي المستشفيات. وابتدى من اخر البيت وهيكمل لحد ما يرش البيت كله، وطبق نفس الطريقه اللي استخدمها في البرايمر، والنتيجه ان الخطوط اللي كانت باينه من البرايمر اختفت تماما. وبعد كده ساب الدهان ينشف كام يوم، وبعد ما نشف جه وقت انه يشيل التيب، لكن الاول بدا يقطع الحواف بقطر عشان ما يشيلش معاه الدهان اللي نشف وهو بيشيل التيب. وكان في شويه تسريب بسيط للدهان على شباك او اتنين بس هيظبطهم بعدين، وقعد يشيل كل التيب والبلاستيك اللي مغطي فيه الشبابيك. ودلوقتي بصراحه البيت شكله بقى مكان مختلف تماما. في الاول كان فيه 8 الوان مختلفه على الحيطان، لكن دلوقتي كل الالوان بقت موحده وجدران نظيفه. وندخل بقى على مرحله الارضيات. كان في فرق بسيط في المستوى بين ارضيه المطبخ وبين باقي البيت. أرضية المطبخ كان عليها طبقة لينوليوم قديم، ولأنه ناوي يركب أرضية من الفينيل كان لازم الأرضية كلها تبقى على مستوى واحد، فكان لازم يشيل طبقة اللينوليوم الأول. وخلونا نعمل مقارنة سريعة بين اللينوليوم والفينيل. أول حاجة اللينوليوم خاماته طبيعية 100% زي زيت الكتان ونشارة الخشب، فده بيخليه صديق للبيئة وكمان بيعزل الصوت والحرارة. بس عيبه إنه ما بيستحملش المية قوي ومحتاج عناية وتلميع كل شوية عشان يفضل شكله كويس، وبيعيش لفترة طويلة ممكن يوصل ل 40 سنة لو اتعمل له صيانة على طول. والفينيل بقى معمول من خامات صناعية زي البلاستيك مثلا، وده بيخليه مقاوم للمية أكتر وسهل التنظيف وبيتحمل الاستخدام اليومي من غير صيانة تقريبا، بس عمره أقل من 10 ل 20 سنة، وكمان الإحساس بتاعه تحت الرجل مش بنفس الراحة. والخلاصة لو المكان معرض لمية أو عايز حاجة سريعة ورخيصة يبقى الفينيل، ولو بتدور على خامات طبيعية ومريحة وتعيش معاك سنين يبقى أكيد تختار اللينوليوم. ويلا بينا نرجع نشيل الطبقة اللي على الأرضية. والمرحلة دي ما كانتش سهلة بس هو متعود على كده، فركز في الشغل وبدأ يشيل بلاط واحدة واحدة. استخدم أداة حديد شبه الأزميل، ودي شكلها بسيط بس عملية جدا، بتساعده يفك البلاط من على الأرض بسهولة وممتازة جدا في الشغل ده. بعد ما خلص أوضة السفرة دخل على المطبخ وبدأ يكرر نفس اللي عمله تاني، وبعدين دخل على الحمام. وقتها كان بقاله حوالي 6 ساعات بيشيل في الأرض، ووصل لنقطة في نص المطبخ كانت فيها الأرضية صلبة جدا. بدأ يجرب شوية أدوات مختلفة ساعدوه شوية بس ما كانوش كفاية، فجاب أداة قطع اهتزازية وركب عليها شفرة أزميل، وهنا بدأت البلاطات تطلع بسهولة. وبعد ما خلص خالص فحص حالة الخشب اللي تحت البلاط ولقى إن لسه حالتها كويسة ويقدر يشتغل عليها، بس لقى شوية مشاكل بسيطة زي فواصل بسيطة بين ألواح الخشب وكام حتة غطسة محتاجة تتعالج قبل تركيب الأرضية الجديدة. واستخدم نوع مونة مخصوص وبتتفرد بطبقة رفيعة جدا عشان تملى الفراغات وتساوي السطح، وبدأ من أكتر منطقة غطسة، وكان معاه قدة خشب فرد بيها المونة وبدأ يوزعها كويس وسوى السطح كله في الآخر. ودلوقتي بقى بعد ما الأرض كلها بقت متساوية جه وقت تركيب طبقة العزل اللي تحت الأرضية، وهدفها إنها ترفع أرضية الخشب عشان تبقى على نفس مستوى الباركيه الموجود في باقي البيت، وكمان عشان الأرضية الجديدة من الفينيل هتتركب فوق الاتنين مع بعض. والعازل ده كمان هيغطي أي بواقي لزق أو خشونة في الأرض. كمان هو مقاوم للضغط وده بيخليه مناسب جدا لأرضيات الفينيل لأنه بيخليها تبقى ثابتة ومفرودة كويس من غير أي تموجات. والميزة التانية إنه بنفس سمك الفرق اللي كان موجود بين الأرضيتين، فبالتالي هيظبط المستوى ويخلي الأرض كلها تبان على مستوى واحد. وبعد ما فرش العزل كله وثبته بتيب مخصوص دلوقتي احنا جاهزين نبدأ في الأرضية الجديدة، ويلا بينا نركب أرضية الفينيل. وأهم خطوة قبل التركيب كانت التحضير. كان لازم يتأكد إن الأرض كلها متساوية بنسبة دقيقة جدا لأن أي ميل بسيط هيبان تحت الفينيل. وبدل ما يبدأ يركب على طول من عند الحيطة خد شوية وقت يقيس المساحة ويخطط توزيع الفينيل هيكون إزاي، وعايز الأرضية كلها تمشي بخط مستقيم على طول البيت. فحدد نص الممر الرئيسي
رئيسي وثبت فيه مسمار ومد خيط بودره من اول البيت لاخره عشان يبقى هو خط الاساسي اللي هيمشي عليه. قاس المسافه من خط الحيطه اللي هيبدا منها وقسم الرقم ده على عرض الشريحه، وساعتها هو عرف هيحتاج كام شريحه للمنطقه دي وهل هيبقى في فرق صغير في الاخر ولا لا. وبعد ما حسب لقى ان هيبقى موجود فرق صغير في الاخر، قرر يظبط الشرايح بحيث ان الفرق ده يبقى متقسم على الناحيتين بدل ما كله يجي على جنب واحد. بعد كده بدأ اول صف وساب مسافه صغيره حوالي 6 مللي بين الارضيه والحيطه عشان عوامل التمدد والانكماش، وحط فواصل بلاستيك عشان يثبت المسافه دي. والميزه الكبيره في ارضيات الفينيل انها بتتقص بقطر بسهوله، والشرايح بتتركب مع بعضها بطريقه النقر واللسان، وكل ما يخلص صف بيحط فواصل في اخره عشان الشرايح ما تتحركش. والموضوع فعلا كان شبه البازل، اول صف بياخد شويه وقت بس بعد كده الارضيه كلها بتجري معاه بسرعه، وفي الاخر طلع شكل الارضيه بخط واحد نظيف من اول البيت لاخره. واختار لون فينيل فاتح فيه لمسه خشب طبيعي بيبان اكتر مع ضوء الشمس. وفي الحتت الضيقه اللي جنب الحيطه استخدم اداه بتساعده انه يركب الفينيل في الحتت ديت بسهوله. ولحد دلوقتي كان خلص الجزء من اول الليفنج روم لحد السفره، وبعدين دخل على المطبخ وخلصه كله بنفس الطريقه. كمل في الممر التاني من البيت وركب الارضيات، وبعد كده ركب الارضيات في اوض النوم والحمام التاني لحد ما خلص البيت كله. وبصراحة في اللحظة دي شكل البيت اتغير تماما وشكله بقى بيت فعلا، وبدأ يحس انه قرب يخلص خلاص. بس لسه المشوار ما انتهاش ولسه في مراحل كتير جاية. دخل على المطبخ وقرر يعمله تجديد بالكامل. اول حاجه وسع حجم العلب الخشب عشان يزود مساحه التخزين وعلقهم كلهم في مكانهم، وكمان كبر الكاونتر في المنطقه اللي بتفصل المطبخ عن باقي البيت، وشكل المطبخ اتغير تماما وبقى فيه مساحه تخزين ضخمه والمكان بقى اوسع ومنظم اكتر. وكان جايب مايكرويف مختلف شويه عن اي واحد شفته قبل كده، ده مايكرويف وشفاط في نفس الوقت، وده بيوفر مساحه محترمه في المطبخ. وبدا يركبه في العلب العلويه، فتح حته مستطيله في ارضيه العلبه وده عشان الشفاط، وقطع جزء دائري في سقف البيت بسكينه، وبعدين طلع على السطح وفتح دايره زيها باستعمال الاركت وركب المدخنه بتاع الشفاط وعزل حواليها كويس جدا، ونزل تاني للبيت ووصل ماسوره المدخنه بالميكروويف وغطى مكانها فوق العلب بصندوق من الجبسون بورد، وبعدين دهنه بلون الحيطه نفس خطوات الدهان اللي فاتت. وبكده كان جاهز يدخل على مرحله الكاونتر توب، بس قبلها كان محتاج يقيس المساحه عشان يحدد كميه الرخام المطلوبه. وفي المعرض لقى نوع كوارتز شكله شيك جدا، لونه ابيض وفيه عروق رمادي ناعمه، كان عامل بالظبط زي الرخام الطبيعي بس ده عملي ومتين اكتر. والفعلا مبهر بقى مش الرخامه، لا دي الطريقه اللي بياخدوا بيها المقاسات، بدل ما بيرفعوا المقاسات بالطريقه العاديه دول بيستخدموا جهاز ليزر بيقيسوا بيه كل حاجه بدقه وبيرفعوا البيانات دي على الكمبيوتر، ومن هناك بتروح على ماكينه CNC اللي بتقطع الرخامه حسب المقاسات. وتاني يوم وصل الفريق عشان يركبوا الكاونتر توب، ولما شاف النتيجه كان منبهر. القطع راكبه كانها متفصله بالملي ومفيش فراغات بينهم وكل حاجه متقفله تمام، وهو اختار الكاونتر لونه ابيض عشان تدي احساس بالنظافه والوسع. ودلوقتي بقى جاهز يدخل على الخطوه اللي بعدها اللي هي تركيب الباك سبلاش اللي هيغطي الحيطه فوق الكاونتر توب ويكمل الستايل العصري اللي بيبني عليه. واختار بلاط شكله شيك جدا جاي على شكل سداسي طويل كده. اول حاجه عملها كانت انه يقص اطراف البلاطات اللي في الصف الاول فوق الكاونتر توب عشان تبقى قاعدة البلاط كلها متساوية وما يحتاجش يملى فراغات تانية بعدين. وبعد ما قطع أول صف كله فرد المادة على الحيطة وبدأ يركب أول صف في النص، وده الجزء اللي ورا البوتاجاز بالظبط. وكان فيه بلاطات محتاجة تقطيع مخصوص عشان يفتح مكان باريز الكهرباء، فجاب صاروخ وبدأ يقطعهم، وكان بيغطي المكان اللي هيقطع فيه بتيب عشان ياخد عليه المقاسات. خلص أول صف كله وبعد كده دخل على آخر حيطة في المطبخ، وهناك قص بلاطة كاملة على حتتين عشان تكون مظبوطة لما تركب في الزاوية وتقفل الركن بشكل نظيف. وفي الأطراف استعمل زاوية بلاستيك قطعها بالمقاسات المطلوبة وركبها مكانها، ودي بتخلي الشغل شكله نظيف. تاني يوم وبعد ما كل حاجة نشفت بدأ يملى العرانيس اللي بين البلاط، فرد المادة اللي هيملى بيها في كل الاتجاهات عشان ما يبقاش في أي فراغ بينهم. وبعد ما خلص عاد عليه في سفنجة عشان ينظف البلاط، وأخيرا رش مادة عازلة فوق البلاط عشان تحميه من البقع والمية، وده بيخلي البلاط يعيش فترة أطول من غير ما يتبقع أو لونه يتغير. بعد ما خلص المطبخ بدأ يجيب الأجهزة الجديدة، والتلاجة اللي جابها كانت كبيرة جدا ودخلوها جوه البيت بصعوبة وركبها في مكانها، وبعدين ركب البوتاجاز وحط غسالة الأطباق الجديدة في نفس المكان القديم، وقدر يستخدم نفس خرطوم التصريف وخط المايه من غير مشاكل. وبكده كل حاجة ركبت في مكانها واشتغلت تمام. وبعد كده قرر يغير برايز الكهرباء في المطبخ وركب نوع تاني أحدث فيه مخارج USB، وكمان غير المفاتيح العادية لمفاتيح ديمر بتتحكم في درجة الإضاءة. وبكده يقدر يقول ان المطبخ بقى جاهز والتصميم بقى مفتوح وعصري وشكله تحفة حرفيا. بعد ما المطبخ خلص بالكامل قرر يركز على واجهة البيت اللي كانت حالتها صعبة جدا، والفرندا تحديدا كانت محتاجة اهتمام كبير، ومر وقت طويل من غير اي صيانة، والمطر والشمس مأثرين جامد على شكل الخرسانة فيها اللي بقى فيها فراغات وعيوب واضحة. بدأ يصلح الخرسانة باستخدام اسمنت ترميم جاهز، وكان حريص انه يعمله بطبقة خفيفة عالية عن السطح الأصلي بشوية عشان لما يرجع يصنفرها تطلع ناعمة ومتساوية مع باقي الأرض.
بعدها جه الدور على الدهان، فبدأ يحط طبقة سيلر باستخدام رول الدهان، وده عشان يضمن ان البوية الجديدة تتثبت كويس وما تقشرش تاني. اختار لون رمادي غامق قريب من اللون القديم، واستعمل رولة ناعمة، وبدأ أول حاجة يعمل الزوايا بالفرشة، وبعدها عمل باقي الأرضية بالرولة، وحط طبقتين دهان عشان الشكل النهائي يكون كويس. وبعد ما خلص الأرضية شاف إن الأعمدة الخشب القديمة محتاجة تجديد، فجاب عروق خشب وبدأ يثبتهم حوالين الأعمدة بشكل احترافي. قطع أطراف الخشب بزاوية 45 عشان الزوايا تتقفل مع بعضها كويس، ودهنهم بعد ما خلص، والدهان دوت اسمه أستر، والنتيجة كانت كأنك مركب أعمدة جديدة تماما. وما وقفش هنا، كمان عمل شرايح خشب ديكور على الشباك من الجنبين وثبتها بمسافات متساوية، وعمل ليها برواز بنفس الخشب ونفس اللون اللي استخدمه على الأعمدة، وثبته على الحيطة، وكان حريص إن كل حاجة تكون موزونة كويس. وطلب مساعدة من والدته عشان يدهنوا حواض الزرع اللي قدام البيت، خفف البويه بشويه ميه عشان تطلع الملمس الحجري باين. كل ده عمل فرق ضخم في شكل واجهه البيت، والممر القديم كان خلاص بقى بايظ ومتكسر من كل حته، فعشان كده قرر يجيب ناس محترفين ويعمل الممر بشكل صح. واللي حصل انهم بدأوا يحطوا طبقة جديدة من الاسفلت بسمك 7.5 سم فوق الممر القديم، وبدأوا من اول الجراج وتأكدوا ان الجزء ده مظبوط، والنقلة بينه وبين الاسفلت الجديد ناعمة ومش باين الفرق. اول ما مكنة الرصف بدأت تشتغل الموضوع بقى سريع جدا، وبتفرش الاسفلت بطريقة متساوية حتى الاطراف بتتظبط، وكان في مكنة بتمشي وراها على طول وبتضغط الاسفلت كويس جدا. عدى على الممر اكتر من مرة عشان يضمن ان كل حاجة مضغوطة ومتساوية ومفيش أي فراغات، وكمان الضغط ده مهم عشان يمنع التشققات بعدين. والعملية كلها خلصت بسرعة، بس النتيجة كانت تستاهل. وشوف كده شكل الممر بعد ما خلص، حرفيا فرق السما من الأرض عن اللي كان موجود قبل كده. ونيجي بقى للفرندا الخلفية. أول خطوة في تجديدها كانت الغسيل بالمية، وبصراحة الغسيل عمل فرق كبير جدا. الخشب بقى نضيف وقدر يشيل طبقة الدهان القديمة لدرجة إن هو لما خلص والخشب نشف بقى باين كأنه خشب جديد. وأطراف الألواح ما كانتش متساوية، فحب يظبطهم ويقصهم عشان يكونوا كلهم على خط واحد. وبعدين نزل تحت الفرندا وراح عند النص تقريبا ورفعه لفوق بكوريك ولوح خشب، وبعدين دخل بلوك خرسانة ولوحين خشب تحتها، بحيث لما ينزلها تاني البلوك يشيل حمل ويبقى كل جزء ثابت، ويدعموا الاساسات. وفك الكوريك وطلع يجرب الفرندا وكانت ثابته جدا، ودهن الارضيه بنفس لون العواميد، وكمل نفس الخطوات لحد ما خلص المكان كله. والمرحله الجايه كانت من اهم الحاجات اللي فرقت في شكل البيت، اللي هي الاضاءه الخارجيه. استعان بكهربائي يعملوا الاضاءه دي لانه عمره ما عمل النوع ده قبل كده، والخطه كانت بسيطه جدا. ركبوا سبوتات في السقف بطول البيت كله، والاضاءه دي ما كانتش اصلا جزء من تصميم البيوت اللي اتبنت في الخمسينات، لكنها فرقت جدا وخلت واجهه البيت شكلها مودرن اكتر، وخلت تفاصيل البيت ظاهره بشكل مميز بالليل. وبعد ما خلص الاساس دخل على اوضه النوم الرئيسيه والحمام، ودهن البانيو القديم بدهان مخصوص خلاه يرجع جديد تاني، وركب مرايه ليد مودرن فوق الحوض، وركب قعده الحمام وشكلها كان شيك ومن غير ولا ماسوره ظاهره، وعلق رفوف بسيطه للديكور والتخزين، وركب ستاره على البانيو، واختار كاونتر توب فيه حوضين عشان يقدر ان شخصين يستعملوه في نفس الوقت. ومن غير تغييرات كبيره قدر يحول الحمام لمكان اشيك وعملي اكتر، وكل ده بتفاصيل بسيطه لكن فرقت كتير. في الحمام الاحتياطي كان عايز يعمل مكان للشاور بدل مكان قعده الحمام القديم، وده اللي بدا يشتغل عليه. فك الارضيات والحوايط لحد ما وصل لاساسات الخشب، وحول مكان الصرف بحيث يكون اقرب للنص، وبعد كده ركب الصرف وفرد طبقه المونه وركب فوقها العازل البلاستيك، وبعدين حط طبقه خرسانه تانية عشان البلاط يمسك عليها، وركب جدران جديده بدل اللي اتكسرت، وملى الفراغات اللي بينها بمعجون، وبعدين دهن الجدران بعزل للميه. وبعد ما المونه نشفت وركب بلاط الارضيه عليها وعمل ميول ناحيه الصرف، والارضيه كانت عباره عن بلاط حصى صغير بلون ابيض، وعلى الحيطان استخدم بلاط كبير وشكله زي الخشب، وركبه على جدران منطقه الشاور كلها، وكانت مديها الحمام لمسه مودرن جدا. وركب سبوتات الاضاءه، وركب دش لون اسود مط، وركب كمان شفاط للتهويه لان الحمام ما كانش فيه شفاط، وكمل باقي ارضيه الحمام بنفس اللي كانت في الصاله، وركب الوزر ودهنه بلون الحيطان، وركب لوح ازاز لكابينه الشاور، وركب الاضاءه اللي فوق الحوض، وبعدين حط الحوض في مكانه وعلق المرايه، وبعدين ثبت الوحده اللي تحت الحوض في الجدار، وشكلهم كان تحفه لما خلص. ونروح بقى لاوضه النوم الرئيسيه. بعد ما خلص التوسيع بتاع الدولاب في اول المشروع رجع دلوقتي عشان يركب الدولاب الجديد. اول حاجه عملها انه ثبت المجرى اللي بتمشي عليها البيبان في الارض، بعدها ركب المجرى اللي فوق في السقف. النظام اللي استخدمه كان مميز جدا لانه بيجي باربع بيبان سحاب تقدر تغير شكل الالواح بتاعتهم في اي وقت، وده بيدي فرصه انك تجدد شكل الدولاب من غير ما تغيره كله. وهو اختار شكل خشب طبيعي عشان يبقى لايق على باقي الديكور. وبعد كده راح يركب الوزر في باقي اوضه النوم. ويلا بينا ننقل على الليفنج روم. كان لسه فاضل شويه حاجات محتاجه شغل كهرباء. اول حاجه حركوا مروحه السقف في نص الاوضه، وتاني حاجه ركبوا سبوتات اضاءه في السقف في كذا نقطه عشان تنور المكان كله، وكمان ركبوا باقي مراوح السقف في البيت كله.
واختار مراوح بريش لونها خشبي عشان تليق على الستايل بتاع الاوضه. وبما ان البيوت القديمه دايما بتعاني من قله عدد الفيش، قرر يزود فيش كهرباء في كذا ركن. وما ننساش فتحه التكييف القديمه اللي كانت شكلها قديم ومش لاقي على الديكور الجديد، فجاب غطا تكييف مودرن وركبه بمسامير عشان يثبت كويس. وكمان في ميزه انك تقدر تتحكم في كميه الهواء اللي خارجه منه. وبعدين قرر يدهن الباب الرئيسي بلون برتقاني، ولما خلص ركب له برور جديد وركب الوزر في باقي البيت. ودي كانت اخر خطوه بناء في البيت، مفيش حاجه ناقصه وكل حاجه خلصت خلاص. ورسميا البيت كده بقى جاهز بالكامل. وفاكرين شكل البيت قبل ما نبدا كانت حالته عامله ازاي؟ كانت كل اوضه بلون والتشطيبات كلها بايظه، وباختصار كان لازم يتجدد. ودلوقتي تعالوا ناخد جوله في البيت بعد ما خلص. والفرق فعلا خرافي، البيت اتغير تماما. وفتحنا ريسبشن على المطبخ وركبنا سبوتات خلت المكان مودرن. والمطبخ اتوسع وضفنا فيه علب اكتر، وبقى فيه بار وحوض جديد مريح. وحمام الضيوف بقى فيه دش شيك، والرئيسي بقى منور وفيه مرايه ليد تحفه وشفاط تهويه. وغرف النوم اتغيرت الوانها وكلها بقت فيها ستاير سمارت ودواليب جديده. والارضيات لونها خشبي شيك ومتناسق. والواجهه الاماميه اتجددت بخشب طبيعي، والاضاءه اللي فرقت جدا في شكل المكان. يعني نقدر نعتبر ان البيت ده خرج من الخمسينات وبقى بيت مودرن بالكامل من اول مدخل لحد اخر اوضه. وبكده نكون وصلنا لنهايه رحله الترميم اللي بدات ببيت قديم منهار وانتهت ببيت مودرن وجاهز للحياه بكل تفصيله فيه. تعب شهور وسنين اتحول في الاخر لتحفه معماريه بجد. ولو عجبك الرحله دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان لسه في مشاريع تانية كتير جايه قدام. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه في الترميم ده عجبتك، واستناني الفيديو الجاي.